أعضاء اللجنة التنفيذية للجالية السودانية في منطقة واشنطن الكبرى اللي اتاحت لنا هذه الفرصة، وشكرا للحضور الكريم. ونأمل أن الواحد يقدم أول محاضرة أقدمها باللغة العربية. أعرضكم وأسلم على الدكتور نبيل. أهلا دكتور. أول محاضرة الواحد يقدمها باللغة العربية حقيقة المحاضرات كلها باللغة الإنجليزية، وكان زمان بالألماني طبعا. ونبدأ بعنوان المحاضرة، وعنوان المحاضرة هو أهل الأصل والمسوك أو المسوك، التاريخ بالهمزة والهوية. طبعا نحن بنقول في العامية السودانية الهوية، ناس اللغة قالوا الهوية بالضمة لأنها من هو نسبة إلى هو، والياء المشددة والتأنيث. عموما الهوية في العامية السودانية أو الهوية في الفصحى ده عنوان المحاضرة. طيب إيه يعني أهل الأصل والمسوك؟ الأصل والمسوك هو لاند تنيور سيستم أو نظام ملكية أراضي موجود في المناصير، وأي قطعة أرض في المناصير طبعا في شمال السودان النيل عموما أي قطعة أرض لها مالك واحد هو المالك. عند المناصير كل قطعة أرض لها مالكان اثنان، وما بيقولوا عليها مالك، بيقولوا على الأول سيد الأصل، والثاني بيقولوا عليه سيد المسوك أو المسوك. يعني الأرض عندها تو تايتلز، التايتل الأولاني اسمه سيد الأصل، والتايتل الثاني اسمه سيد المسوك. من أين جاء هذا النظام الغريب في شمال السودان على النيل؟ في 3 تفسيرات لنظام الأصل والمسوك عند المناصير. التفسير الأول إنه هذا النظام من زمن السلطنة الزرقاء، وسيد الأصل هو السلطان. والناس اللي بيؤمنوا بهذا التفسير بيقولوا إنه أساساً أو بيدللوا على الشارع الفاصل بين الأرض الملك وبين النيل، في شارع اسمه درب السلطان، وبيقولوا إنه درب السلطان وسيد الأصل هي من بقايا زمن السلطنة الزرقاء. وطبعا ورد في وثائق الأرض والفونج لأبو سليم سيد الأصل أكثر من مرة. والإنجليز لما جو سجلوا التايتلز اللي سجلوها، يعني سجلوا بحسب التسوية اللي عملت سنة 1898 اتسجل سيد الأصل وسيد المسوك في سجل رسمي. طبعا اتعملت في المنطقة المجاورة منطقة الشرقية، عملوا اسمها التسوية الرمزية، مش يعني معنى رمز، لا، نسبة لرمز به الشخص اللي عمل التسوية. في ناس بيقولوا لا، أصل الأصل والمسوك إنما أتى أخيرا في عهد التركية، وبيقولوا إنه الناس في عهد التركية لما فرضت الضرائب على شمال السودان اتفرضت بالساقية وليست بالفدان في البداية، والمناصير أراضيهم صغيرة وما قدروا يدفعوا الضرائب دي، فهربوا واطلقوا عليهم في الوثائق المتسحبين. يعني في الوثائق المصرية اللي بيمشي فيكم دار الكتب في مصر بيلقى وثائق باسم المتسحبين، الناس اللي بيشردوا من دفع الضرائب. والناس دي لما جاء محمد سعيد باشا في زيارته للسودان وعين حسين خليفة باشا حاكم لبربر وتقدمت الطلبات، لقوه الناس بالهتاف 10 في طلبة 10 في تربة ولا ريال طلبة، وعفيت الضرائب. والناس دي رجعوا، لما رجعوا لقوا في ناس اوريدي مسكوا هذه الأراضي، ووصلوا لتسوية بأنه الناس اللي كانوا زمان ماسكين الأراضي دي بقوا أصحاب الأصل، والناس اللي جم متأخرين بقوا، أو الناس اللي مسكوها بقوا أصحاب المسوك. في ناس وده بيفتكروا أنه رأي ضعيف بيقولوا إنه المسألة جاءت في المهدية، بعض الناس هربت في المهدية ورجعت وجو حصلت التسوية بين أهل الأصل وأهل المسوك. العلاقة بين سيد الأصل وسيد المسوك إنه صاحب الأصل عنده تلت إنتاج الأشجار الثابتة من نخل ودوم وأشجار الخشب، وسيد المسوك له كل الزراعات الموسمية، كل المحاصيل الموسمية، والسيد المسوك من حقه أن يمنع سيد الأصل من دخول الأرض. طيب إيه علاقة ده بموضوع المحاضرة؟
لأنه المنصوري لما يقول أنا سيد أصل ومسود فيها إشارة من طرف خفي إلى الأصالة. يعني المنصوري بيفتخر بنفسه إنه سيد أصل وسيد مسود، ما جاء للصيغة زي ما هم بيقولوا، يعني زول جت لصق في المنطقة، أو زول جابته الوظيفة، أو زول جابته الهجرة، أو جابوا النسب. فالإنسان لما يقول أنا سيد أصل ومسود يعني إنه هو يعني قديم في المنطقة أو من أهل المنطقة الأصليين. والمناصير دائما بيفتخروا بأنهم أهل أصل ومسود. ده علاقة أهل الأصل والمسود بعنوان المحاضرة أو بعلاقته بالهوية. ندخل في موضوع المحاضرة أو واحد من مواضيع المحاضرة الأساسية، وهي الهوية أو الهوية زي ما ذكرنا. وطبعا دي من أكثر المواضيع تعقيدا، وتلقاها طبعا أكثر جدلا، يعني أكثر الإيشوز اللي فيها جدل بين السودانيين في المنابر، في الأسافير، في الصحف، في المنتديات، في الكلام. نحن هسه لما جلسنا هنا بدينا طوال نتكلم عن كذا وكذا. واحدة من الثيمز المحببة للسودانيين والناس بيتعارفوا بها. وفي بعض المفاهيم الخاطئة وأنا بعزوها يعني لسبب عدم الإلمام بمعرفة الهوية يعني. وحأبدأ يعني بتحديد إنه في 3 مستويات من الهوية. المستوى الأول هو المستوى الشخصي أو هوية الشخص. وكلمة ايدنتيتي الناس عرفوها وكتبوا عنها، والكثير يمكن لو دخلت في أي ويب سايت وكتبت ايدنتيتي تلقى الكثير من التعريفات. المهم في هذا الموضوع أو موضوع الهوية الشخصية بقى فيه تغيير. بقى لا يمكن أن أعرف مثلا الدكتور التاج بأنه مثلا سوداني. هذه لا تعني شيء بالمستوى الشخصي. فعشان كده زي ما أنا تكلمت مع بعض الناس بدأ في يظهر في موضوع جديد nowadays اسمه الأولتريتي. والأولتريتي دي معناتها الهوية الشخصية متعددة الجوانب. يعني الشخص ما ممكن يكون عنده جانب واحد تعرفوا به. وعشان أقرب لكم، هو الكلمة مأخوذة من الألماني بدأت تظهر في اللغة الإنجليزية زي فتفت. كل ما تفتح طبقة من الشخصية بتلقى طبقة ثانية. يعني أنا سوداني شمالي مسلم. لما تمشي في الإسلام بداية حتلقاني صوفي، لما تمشي في الصوفية حتلقى الطريقة اللي أنا أتابع بها، وهكذا. يعني كل ما تفتح طبقة في شخصية البني آدم بتلقى في طبقة أخرى. وهذا هو مفهوم الأولتريتي على المستوى الشخصي. والناس بدأت تتجه في هذا الاتجاه، إنه لو أنا عايز أشوف شخصية صلاح الزين وأحدد الهوية بتاعته كشخص بنظر للجوانب المتعددة فيه، كسوداني أو كأمريكي مثلا. في أمريكا هو immigrant ديمقراط، في الديمقراط هو ليبرال، وهكذا. يعني كل ما تفتح طبقة تسهل لك طبقة ثانية. هذا هو مفهوم الأولتريتي، وده ما موضوعنا في هذه المحاضرة. المستوى الثالث والأعلى هو مستوى هوية الدولة، وده برضو ما موضوعنا في هذه المحاضرة. لكن بس أنا أحب أقول إنه هوية الدولة أو تحديد هويات الدول في طريقه للانتهاء. يعني الناس خلاص بطلت حكاية هوية الدولة دي، إنه الدول ما عندها هويات. وأنا أفتكر أنا ما سياسي، لكن بعتقد إنه موضوع هوية الدولة ده أصلاً أساساً ما مهم يدخل في الدستور anyway. وهو مفهوم أوروبي الدولة اللي تجي بعد النيشن حسب المفاهيم بتاعته. وطبعاً الناس عموماً زي ما معروف في أوروبا، ماكس ويبر الفاوندر والناس اللي جو بعد منه كلهم، حتى بيجلنر الناس الأخيرين، بيفتكروا إنه الدولة تمر بمراحل بتصل لمرحلة الأمة، والدولة هي بتجي بعد الأمة. لذلك ما بيعتبروا دول مثلا زي السودان أو أفريقيا الدول دي فيها دول، مجاملة بيقولوا للناس دي دول. لكن في الدسكشنز الحقيقي بين الأكاديميين لا يحتفوا بها، بالذات الناس المعجبين بماكس ويبر. وبيعتبروا مثلا السودان ده زي ما قال لي واحد فينا، السودان ده يعني لو ترجمتها بالألماني هو ما دولة، من الناس قاعدة في رقعة جغرافية محددة. والحاجات اللي بتحصل دي هي نتيجة طبيعية، لأنه الناس لسه يا دوب بدوا يفكروا يعرفوا بعض عشان يبقوا دولة أو يبقوا نيشن، وبعد ذلك بتجي مرحلة الدولة. طبعا الكلام ده توجهت له انتقادات كثيرة، وهنا في أمريكا احنا ما عندنا نيشن واحدة، عندنا نيشنز، والهند مثلا فيها مالتي اثنيك ستيت،
وانا بفتكر انه ده يعني موضوع في طريقه للانتهاء بالعولمه بمرور الزمن. بقى الدول ما عندها هويات، وما موضوع انا افتكر مهم. والموضوع الاساسي هو موضوع الاثنيك ايدنتيتي اللي هو احنا هنتكلم عنها الليله باسهاب، واللي هي فيها بعض المشاكل والمفاهيم المغلوطه. وانا حابدا اقول الثابت الاول في فهمي للاثنيك ايدنتيتي، طبعا الايدنتيتي عندها الجانب الثقافي فيها والسوشيال وغيره، لكن هناخذ الاثنيك ايدنتيتي. في طبعا مراجع كثيره عنها، لكن فيها بعض المشاكل. اولا الهويه ليست ثابته، الهويه الاثنيه ليست ثابته، هي شيء متغير. دي اول صفه للايدنتيتي. والاصل فيها، الاصل في الهويه التركيب والفبركه. يعني انت لما تمشي تحاول تثبت لك اثنيك ايدنتيتي انها صحيحه ولا ما صحيحه، انت يعني ويستنج يور تايم. الاصل فيها هي كونستراكت ولا يمكن اثباته. وانا حدي 3 اكزامبلز، يمكن 4 اكزامبلز. الاكزامبل الاولاني حبداه من يوروب. الالمان مثلا، ودي دوله انا درست فيها، الالمان بيفتكروا نفسهم هم الاريانز، وانه الناس الالمان دول كلهم اريانز، وده ميثولوجيا مش صحيح. بيزد على هذا الميث الالمان عملوا حرب عالميه اولى وحرب عالميه ثانيه وحتى اليوم، وبيزد على هذا الميث انه هم الالمان دول هم اريانز. بنوا الدوله، بقت دوله وعندها اسم وعندها علم وعندها عمله وعندها نظام. لكن في الحقيقه الدراسات الحديثه اثبتت انه الالمان هم من اقل الشعوب علاقه بالاريانز مقارنه ببعض الدول الثانيه مثلا في اسكندنافيا. وانه حكايه انه كل الالمان دي اريانز انما هو محض مثل لا اساس له من الصحه. لكن بالرغم من انه هذا المثل، وبالرغم انه الحكايه دي لا يمكن اثباته وانها غير صحيحه، الا انه في الحقيقه ماثله قدامنا في دوله اسمها المانيا، وحاربت مرتين من اجل هذا المثل عشان تثبت للناس انه هم الانسان الآري هو الأقدر بقياده الدنيا. السبب الاكزامبل الثاني حقيه بحكايه الايدنتيتي الفيك دي،